يلا قومي يلا. اوعى تضربها، اوعى تضربها. خلصيني، قومي يلا. امشي. لا تقتلها، لا تقتلها، لا تقتلها. هيك لكان ورفعتي العلم، عم تحطي راسك من راستم. ها اتركها، اتركها ولا خلصنا يا ابني، اتركها يا عديم الضمير، اتركها. خلاص بقى يا حميد، هلا بيقتلوك. لا تخافي يا بنتي، لا تخافي، نحن كلنا معك. هذا الشيء اللي عم تعملوه ما حدا بيقبل فيه ابدا، هذا مو عدل. انتم ما فيكم تحاسبوا الناس بهالطريقه. شيخي طول بالك، ما بصير هيك، روق شوي. بعد عنهم يا بعد عنهم. بكفي. هاي المدرسة ما راح تنفتح بالضيعة زينب، والآنسة لازم تموت، وراح يقتلع الدبكة ولا تصير عبرة للكل. اقعد زينب، لا تقتلوها، لا تقتلوها. معقولة هو هيك قال؟ ايه قال لا تقتلها، الأوامر من فوق. طيب كيف هيك؟ معناها بدنا ننفذ الأوامر. لا بدي اقتلها. لا تعرف شو معنات انك تخالف الأوامر؟ ها؟ خلص اتركها. يلا امشي. يلا يا شباب امشوا. بعدوا هيك. زينب حبيبتي، زينب. الحمد لله يا الله، الحمد لله على سلامتك. طارق، انت برأيك بيكون احسن اذا اتفقنا معهم؟ بس انا ما اتفقت معهم، بس هددته لزيدان. يعني كذبت عليه؟ صحيح، كنت مجبور مشان انقذك منهم. طيب بلكي اكتشفوا كذبتك، اكيد وقتها رح يقتلوك يا طارق. اذا بده يعرف زيدان كذبتي لازم يروح على مشفى ويفحص حاله هونيك. وبعدين شو رح يصير اذا عرف اني كذبت؟ زيدان اتفق معي مشان عالجه وبس، واذا المنظمة عرفت بهالشي ما رح يخلوه عايش، مشان هيك رح يسكت. وهلأ هيك ارتحنا، لأنه ما عاد يجوا على الضيعة. بس الأولاد خافوا كتير، ويمكن ما بقى يجوا على المدرسة. إذا بدك منروح لعند الأهالي ومنحكي معهم كلياتهم، والشيخ إبراهيم بيساعدنا، ومنرجع الأولاد لعندك. ديالا، 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 ديالا. أنا أجيت بس مشان قلكن إنه جدي جمع كل الأهالي وعم يحكي معهم، وقال خلي زينب تستنى لأنه الأولاد جايين على المدرسة. طيب والله أنا خايف عليهم كتير. شيخنا إبراهيم، أنت عم تاخد الأولاد على المدرسة، طب المدرسة أمان هلأ؟ يا جماعة انتم أمنتوني بأولاد الضيعة، وأنا رح أخذهم على المدرسة، لا تخافوا عليهم. شوفوا هي أخذ حفيدي عمر ليدرس معهم. وإذا هجموا على المدرسة؟ أصلا لو كانوا بدهم يهجموا عليها ما كانوا خلونا نفتحها، وهي ليكون راحوا من الضيعة. ومثل ما بتعرفوا هدول المسلحين لو بدهم كانوا قتلونا دغري، بس هن ما فيهم يعملوا هيك مشان ما كل الضيعة توقف ضدهم. وهلأ بدي إياكم تطمنوا لأنهم ما رح يعملوا شيء، وإذا درستوا أولادكم وعلمتوهم رح يصيروا يخافوا منكم ويحسبوا لكم ألف حساب. وهلأ امشوا يا أولاد، الآنسة زينب عم تستنى بالمدرسة. يلا جدو يلا يلا يلا. روحوا الله معكم. يا ربي شو هاد؟ حمد، يا حمد، ليش هيك الزريبة وسخة؟ ها؟ يلا نظفها بسرعة قبل ما يرجع الدواب. يلا. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مختار. الحمد لله على سلامتكم، منيح إن فتوا منا. اي والله، شو بدنا نعمل؟ ليش جاي لهون يا مختار؟ كأنه بتمك حكي. والله ما عرفان شو بدي اقول لك. يلا احكي، شبك مختار؟ شو صار لك؟ بس ما يكون بنتي صار لها شيء. لا بس امه للدكتور حكت مع بنتي.
قال إنه ابنها لسناء لسه عايش. شو؟ وساكن باسطنبول. يعني سناء كانت عم تكذب علينا. ليكون بنتك فهماني غلط. صدقني أنا ما بعرف، بس قال من لما اجى أبونا الدكتور وأمه وسناء عم تسألون إذا كانوا بيعرفوا شي عن ابنها باسطنبول. طيب يا سناء، أنا برجيكي. طيب أهلا وسهلا. أهلين. الله يرضى عليكي. هي أغلبية أولاد الضيعة إجوا لعندك يا بنتي. المهم إنه الأهالي مالهم خايفين. شكرا كثير لك يا شيخنا إبراهيم. طيب وهلأ اسمحوا لي، الله يرضى عليكم ويوفقكم يا أولاد. يلا يا أولاد فوتوا على الصف. يلا يلا امشوا عمالكم. ايه عمالك. ديالا أنت روحي على المستوصف. وأنت مالك جاية معي؟ أنا بدي روح لعند الخالة سناء، وعدت أني مر لعندها. قولي، ليش قلتي للدكتور يجي؟ بدي أحكي معه بموضوع مهم. والله شغلتي لي بالي. وشو الموضوع اللي بدك تحكيه معه؟ خلص بعدين بحكي لك يا بنتي. انت خليكي جوا ونحن عم نحكي، ماشي؟ ايه. ست سناء؟ ها؟ يا ست سناء. امي الدكتور اجا. ايه والله اجا يا بنتي، فوتي لجوا. اهلين وسهلين يا ابني. أهلا فيك خالتي. تفضل لجوا. معلش خالتي ما معي وقت، بس اجيت هلا لأني وعدتك. بقى يا ريت تقولي لي شو بدك مني. ايه بس هيك موضوع مهم ما بينحكى على الواقف يا ابني. إذا بدك بيجي بكرة. لا ما بدي، أنا لازم أحكي معك هلأ. شوف يا ابني، ممكن الحكي اللي بدي أقول لك إياه هلأ يزعجك وممكن تستغرب كتير، بس أنا... سناء شوفي شو بدكن؟ انت يا سناء خدعتينا وكذبتي علينا. انت شلون بتعملي فينا هيك؟ أنا ما عملت شي، ترك إيدي. شو صار لك؟ اعترفي. لك انت واحدة وشعتي كذابة. طيب عمي شو انت عملت؟ ما دخلك دكتور. انت كذابة وكل هالسنين كنت عم تخدعينا. حسان عايش مو هيك؟ احكي وين ابنك؟ مين قال لك إنه ابني عايش؟ حسان ميت. دكتور طارق، دكتور طارق، أبوها لسهر جابها على المركز والبنت تعبانة كتير. تعا معي بسرعة. طيب ديالا جاية معك، امشي. احكي سناء، حسان وينه هلا؟ ابني مدفون بالقبر. ماشي، لكن ورجينا وين القبر لحتى نصدق. انتو مين قالكن على هالكذبة؟ ومنين جبتوا هالحكي انت وياه؟ شو الناس لا عندها لا شغله ولا عمله حتى يألفوا الكذبه؟ ليش في دخان بيطلع من دون نار؟ لو العالم مو متأكدين ما كانوا حكوا لي. انت غلطان يا حميد، لانه ما في شيء من هذا ابدا. عم قل لك ابني مات وانت بتعرف هالشيء. طيب خليك عم تنكري مثل ما بدك، بس لسه بنعرف الحقيقه. بدنا اياك تثبتي لنا كلامك يا سناء. يا بتاخدينا على قبر ابنك حسان وبترجينا اياه، يا باخد بنتك. سناء بدنا نشوف قبر ابنك. يا ربي، أنا شو بدي أعمل هلأ؟ منك رح تروحيني وتروحي الولد. عن جد إنك غبية. كيف بدي أحكي قدام الكل إنه الدكتور طارق بيكون ابني؟ وشو بدنا نعمل بالدار؟ إذا بيعرفوا بيقتلوا لي إياه. أمي، يعني طلع حكيهم مزبوط؟ عن جد أخي حسان عايش؟ ردي علي. أمي وقفي شوي. طيب قولي لي على شو عم تدوري؟ وينه؟
وين بده يكون يعني؟ أمي على شو عم تدوري؟ وينه؟ وينه؟ يا أمي أمي ردي علي، قولي لي على شو عم تدوري؟ وين بدي لاقيه؟ وينه؟ وين حسان؟ وين قبر ابني حسان؟ ما عم لاقيه. وين القبر؟ وين قبر حسان؟ وينه؟ ما عم لاقيه. لازم يكون بهالأرض. أمي شو عم يصير؟ انت روحي من هون. أمي وقفي، ليكون بدك تكذبي عليهم وتورجيهم قبر فاضي. نارمين عم قلك روحي من هون. أمي وقفي، أمي وقفي. روحي ماما الله روحي من هون. عم قلك روحي على البيت. وينه حسان يا عمري؟ سيدو روح انت، سهر رح تبقى عنا الليلة. طيب دكتور. يلا تصبحوا على خير. وانت بخير. ليكو هذا هو القبر وانت شاهد عليه. هذا هو القبر يا حميد آغا. وشو بيعرفني انه هذا قبر ابنك؟ سناء كيف بدك يعني صدقك؟ كيف بدي اوثق فيكي؟ وشو بدكم يعني اعمل لكم؟ مو انتوا قلتوا لي بدكم القبر؟ خلص بقى يا حميد، عم تقول لك هذا هو القبر. لا اخي، هذا القبر فاضي. وكيف بدك تقنعهم انه ابنه جوا؟ انا رح افتح القبر. استغفر الله العظيم. استغفر ربك. شو انت جنيت يعني انتم ما رح تتركوها لهالمخلوقه لحتى تفتحوا القبر وتعذبوها؟ والله هذا حرام. استغفر الله العظيم. خلصنا بقى انت وياه، شوفوا بقى شو عملتوا بهالمخلوقه. حاجة عذاب. يلا روحوا على بيوتكم، ويا ريت انت وياه تنسوا هالموضوع. طلعوا هي القبر قدامكم وصرتوا متأكدين انه حسان ميت وخلصنا. يلا امشي يا اخي. استغفر الله العظيم. خلاص حاجة تبكي ولا تزعلي، وبكفي انه انا مصدق يا بنتي، بكفيكي بقى حزن. يا ربي شو اعمل؟ دكتور طارق، ما قدرت اقول لك انه انت ابني. كيف بدي اقول لك انه انت ابني الوحيد؟ ما راح اقدر ضمك وشم ريحتك يا حبيبي. feryat edersin
شو مين هدول؟ ولك مين هدول بابا؟ انت شو دخلك ولك؟ شو دخلك يا حيوانة؟ ما قلت لك ما بتسأليني؟ لك انت ليش دايما بتحشري انفك ليه؟ سرقت المفتاح مو هيك؟ انا بورجيكي يا كلبي، انا بورجيكي، عرفت شو من الصندوق؟ تعي لهون ولك، تعي لهون، والله لا بموتك من القتل، بدي اعبرك عم تسمعي؟ لك بدي اعرف ليش عم تدخلي بشغل مالك فيه، اسمعيني ولك، اسمعي، اذا بتجيبي سيرة لحدا بدي موتك، عم تسمعي؟ بموتك بحسب الله ما خلقك، فهمانة يا كلبة، فهمانة يا حيوانة، نلا من خلقتي، نلا يلا، اطلعي. طول الليل كانت عم تهلوس وتقول بدي روح على المدرسة. ما تركت الموزة من ايدها. قدرت تعرف شو معها؟ عرفت. شو طلع معها؟ البنت معها سرطان بالدم وحالته متقدمة كتير كمان. يا ربي. طيب شو بدنا نعمل هلأ؟ بهي المرحلة من المرض ما بنقدر نعمل لها شيء أبداً. عمو الدكتور؟ إيه حبيبتي؟ أنا بدي روح على المدرسة مع رفقاتي، فيك تاخذني على المدرسة؟ إيه حبيبتي، هلأ منروح سوا. طيب يلا قومي معي. وينه؟ وين بقيان من عظام الولد؟ اللي شيخنا تفضل، ليكو القبر فاضي. سناء كذابة، كذبت علينا وكذبت عليك انت. أنا ما عم استوعب شلون قدرت تخبي علينا كل هالسنين. معلش يا شيخ إبراهيم، بترجاك لا تتدخل أبدا، أنت بتعرف ما حدا غيرنا له دخل بهالموضوع. طلع الولد عايش وكانت عم تضحك علينا كل هالوقت، يعني مفكرتنا جبان مو هيك؟ بس أنا هلا راح دفع الثمن. معناتها بنت نيرمين صارت من حقنا هلا. أخي إيه طبعا البنت صارت إلك. 3 ب3 9 3 ب4 12 3 ب5 شوفوا مين اجا. سهر. أهلين حبيبتي. سهر حابة تيجي على المدرسة يا أنسة، ونحن بدنا إياكي تجي مشان ندرس سوا. أنا بدي أدرس معي. يلا يا أولاد سلموا على رفيقتكم سهر. خدي سهر اكتبي هون. اللي شو طلع معه؟ سرطان. شو بدك تعمل؟ هاي المحاية إلك. ما بقدر أعمل شي غير لبي لك كل طلباتها. تفضلي يا أنسة، جبت لك هاي الموزة إلك. شكرا كثير حبيبتي. سهر. 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 سهر.
سناء، وينك سناء؟ اطلعي لبرا، انزلي لهون. شو لسه بدكم مني انتوا اثنين؟ نحن فتحنا القبر وطلع فاضي، رجعتي كذبتي علينا مرة ثانية. لك انت ما بتخجلي من حالك؟ يا مرة؟ سناء، نحن هلا كشفناكي على حقيقتك، حسان بعده عايش. سناء، بدك تقولي لنا وينه هلا، احسن ما خليكي تندمي. ما بعرف. احكي وينه ابنك هلا؟ قلت لك انا ما بعرف. معناتها نحن من حقنا ناخذ بنتك. لا تقرب علي، لا تقرب علي. ايمي من ايدك، ايمي نرمين من ايدك. هيا تركيها، اهدي شوي، اهدي شوي. شو صار لك؟ جنيتي؟ اهدي نرمين. عمى، جنت البنت. نرمين وقفي. نرمين استني. وقف حميد. استنى شوي، بدي اقول لك شغله. طالما انتم عرفتوا الحقيقه، شو رايكم ادفع لكم ضعف الديه؟ شو عم تحكي؟ ومين قال لك انه انا بدي منك مصاري؟ يا دم ابنك حسان، يا بنتك، وانت اختاري. استنى شوي، الله يخليك يا رشاد اغا، انا مستعده ادفع المبلغ اللي بدكم اياه. احنا ما لنا بحاجة لمصرياتك. شيخنا ابراهيم، وينك شيخنا؟ الله يخليك ساعدني يا شيخنا، بوس ايدك ساعدني. الله يوفقك يا شيخنا، ساعدني. الله يخليك احميني، لا تخليهم ياخذوني، الله يخليك. نرمين، وينك؟ نرمين، لك خلص حل عني، عم شوفك غليظ. وين راحت؟ لازم نلاقيها. خلص بقى قيم ايدك. ما بصير أنا ما بدي مساعدة. خير شو في عمو حميد؟ كأنكم عم تدوروا على حدا. شفتي نرمين؟ كانت عم تركض بسرعة وتقول عزرائيل عم يلحقها. لك انت وين شفتيها؟ نواحي بيت الشيخ ابراهيم، بجوز راحت لعنده. معقولة؟ يلا رشاد، خلينا نروح لعنده. هادي خليني احمل عنك. لك بعد بقى معلش. تفاصيل عم والله ما في بعيونك. حنان، نسيتي تاخذي الابريق. مشان الله يا شيخنا، ساعدني مشان الله. ما في حدا بكل الضيعة بيقدر يساعدني غيرك، الله يخليك. هدول بيت بيشو بدهم يجوزوني لرشاد. قومي يا بنتي قومي. مستعدة اخدمك كل عمري، بس لا تسلمني لألون، الله يخليك. يا شيخنا، وينك؟ مشان فوتي الله. لجوا. يلا بنتي يلا بسرعة. يا شيخنا، السلام عليكم. شو بكن ليش هيك فايتين؟ عم تهجموا على بيتي؟ استغفر الله، شو هالحكي هاد؟ نحن بنعرف انه نيرمين عندك، بدنا ناخدها. فهموني شو صاير؟ ليش عم تلحقوا ولا البنت؟ اهدوا شوي وخلونا نحكي على رواق. انت بتعرف بقصتنا مع سناء، بنتها هلا صارت من حقي، قصدي من حقنا. جيب لنا اياها، بدنا نروح. اسمع منيح شو بدي اقول لك. نيرمين اجت لعندي والتجأت لي، هي هلا بحمايتي. ويكون بعلمك كل واحد بيلتجئ لي هو بيصير واحد من عائلتي، ومستحيل اني خليه ينأذى. نيرمين هلا صارت مثل بنتي، ما رح اعطيك اياها، فهمت؟ يا شيخنا روق، ما في داعي تعصب. بصراحة أنا مو حابب إني أغلط معك. أنت بتعرف القصة، نحن بدنا حقنا. مو ضروري تعطينا بنتها. خلي سناء تدلنا على محل ابنها وتخلي نيرمين عندها. ولك أنت شو عم تحكي؟ مستحيل نلاقي حسان. خلينا ناخذ البنت ونخلص بقى، وبعدين بهالوضع. يعني سناء هيك بدها؟ شو نعمل؟ وهي هلا الشيخ واقف بصفها، نحن مو جايين نتخانق معه. شيخي، هاي البنت صارت من حقنا، أعطينا إياها. المفروض انك تساعدنا، على اساس انت شيخ الضيعه. بدكم ما تاخذوني يا اغوات، لانه انا شيخ الضيعه وما رح اعطيكم البنت. المشكله اللي بينكم وبين امها رح نحلها بغير طريقه. شوف، نحن لهلا ما نسينا عملتك. اتفقت مع سناء وكذبتوا علينا، عامل لي حالك شيخ وعم تكذب. بكفي، الناس عم يسمعونا. امشي يا اخي، خلي الناس يعرفوا حقيقته. امشي، خلصني بقى. ما بصير امشي، نسكت على حقنا، بدنا نجيب البنت امشي. من عنده. ايشو هالعالم هيا. هذا انت؟ بدنا ناخذ البنت منك غصبا عن اللي بريد والما بريد.
لكن طول هالسنين وانت عم تكذبي علينا، قلتي لنا انه ابنك ميت يا بس ايدك، عم تتقاوى على مرة؟ لك شو انت ما بتستحي على حالك؟ يلا امشي، طول بالك. يلا. نيرمين عندك؟ جوا فوتي لعندها، يلا. قولي لي لشوف، هي القصة مزبوطة؟ القبر يلي ورجيتينا يا فاضي؟ ليكون مزبوط اللي عم يقولوه. احكي يا بنتي، شبكي؟ معقول كنتي عم تكذبي علينا؟ لا والله لا، ابني حسان مات من زمان، دفنته بإيدي قبل 30 سنة، ومن زعلي عليه ما عد رحت على المقبرة وزرته أبدا، وهالشي هو اللي خلاني انسى وين قبره. لما فتحوه ما لقوا الجثة، فكرت لحظة انه ابني لسه عايش. وايد طابة جاهزة، شوطة لهون، ها شطة، ها يلا يلا شوطة بعد هيك بعد اضرب. بابا خير شو صاير؟ حزير شو صاير؟ مو حسان طلع عايش؟ عائلة بيشو هجموا على بيت سناء لياخذوا بنتها. لك ايمتى بدنا نخلص من هالقصة بقى؟ الله يعيننا عليه هون. شو صار بعدين؟ نيرمين راحت تخبت عند الشيخ إبراهيم. عائلة بيشو راحت لعند الشيخ إبراهيم بس هو ما رضي يسلمون البنت، بتصدق؟ حاجة لك نفختي قلبي، روحي على البيت. طيب إذا بصير شي جديد أنا رح أجي خبرك. إيه؟ كلام عيلة بيشو مزبوط ولا لا؟ أخي لساته عايش؟ أمي يعني أنا بنتك كمان؟ قولي لي الحقيقة لا تخبي عني. أخي حسان لساته عايش؟ أخوك مات من زمان، هالحكي ماله مزبوط، هن اللي ألفوا هالقصة. طيب لأيمتى بدنا نضل خايفين منهم؟ وبعدين مع هالحالة؟ هالمشكلة ما كانت تخلص، والله ما بعرف. ما بدي اياكم تبعدوا عن البيت، عم تفهموا؟ بتراقبوا البيت، واحد الصبح وواحد المساء. شباب أهم شي تتخبوا من شان البنت تحس بالأمان، وبعدين بتجيبوها لهون. ايه بأمرك. طيب يلا روحوا. يلا رشاد، خلص اطمن ولا يهمك، ما رح تضل متخبي طول عمرها إلا ما تطلع من البيت. والله ما بعرف، لولا طيبة قلبك كنا جبناها من عنده بالقوة. شو هالحكي؟ شبك الشيخ إبراهيم قال له يا عليه وعلى سيرته، حاجة لسه مفتكر لي يا شغلة كبيرة، عامل لي حاله شيخ، ولد بيفهم أكثر منه. رشاد لا تنسى إنه الشغلة تار بيني وبين سناء وبس، كمان لا تنسى الأصول بتقول إنه لازم نسمع كلمة الكبار بالضيعة. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام، تفضل. دريت باللي صار. نيرمين عندك ما؟ ايه، وأمها قاعدة معها. بس كنت حابب شوفهم. أهلين، تفضل مختار. المختار جاية لعنا، لا تحسسي بشي. طيب شو بدي أعمل لك؟ أصلا المختار بيعرف كل شي عم يصير معنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم يا أختي. وعليكم السلام. لك هدول جماعة بيشو ردوا رجعوا لموالهم القديم، ما هيك؟ ايه والله يا مختار. لا عن جد هدول زودوها كتير، يعني ما كانوا يعتقوا لهالبنت، بقى شو بدهم فيها؟ الله أكبر على الظالم.
الكل صار بيعرف شو بده رشاد. مستعد يعمل أي شيء ليتجوز نرمين. صحيح شو بدي لكم، احذروا مين شفت برا. هذا صهره لرشاد ورفيقه قاعدين عم يراقبوا البيت، عم يستنوا نرمين مشان أول ما تطلع يكمشوها. ما بدي اتجوز ولا رشاد، وحياة الله هالمرة بقتل حالي. شو الشغلة إجباري، أنا ما بدي. شو هالحكي يا بنت؟ اطمني يا نيرمين، انت هون بامان يا بنتي، ما حدا بيقرب عليك. ايه طالما شيخنا موجود وانا جنبه ما رح نخلي حدا يقرب عليكي. هالمرة انا رح وقفه بوشن وحياة عيونك. ايه شو بدي اقول لك؟ جماعة بيشو عم يقولوا انه ابنك لسه عايش، مزبوط هالحكي؟ مو صحيح هالشي، عم يكذبوا. ايوه ايه، تخبت ببيت الشيخ ابراهيم ونبذت من ايد رشاد. وإمتى بقى بدك نحل المشكلة اللي بينهم؟ ايه وانا شو بيعرفني؟ ما في غير الدكتور بينقذ نرمين. ها هاي ابن الحلال عن ذكرى بيبان. بلا عن جد؟ مرحبا دكتور. أهلين. شو حنان؟ كأنه الدكتور مو عاطيكي وش بالمرة. ما أحلاه يعطيني وش. مشان حبيبة القلب ما تغار. شو هالحكي؟ أيوة مين بتكون؟ شو بدك؟ بعدين بتعرفي. وليه حنان؟ نحن مو رفقاتك، ما تحكي لنا. خلص مو هلا. يلا يا أولاد روحوا دغري على البيت. ليك يا أختك. ايه أنسة انتي صرفتينا اليوم بكير بس لسه ما صار الظهر. صرفتينا بكير لأنه سهر مريضة، ما هيك أنسة؟ الكلام يلي عم يقوله عمر مزبوط. يلا روحوا على البيت، لا تنسوا تكتبوا الوظيفة. ايه حاضر صرفنا بكير. هيك اللي انا حبيت رفقاتي كثير وانا انبسطت كثير. بكره بشوفك انت واخوك. بدي اكتب وظيفتي. احفظ دروسي. اكتب وظيفتي. مخلصة على بكير. انا كثير بحب رفقاتي. لما شفت سهر بهالحالة ما قدرت كمل الدرس. معك حق. انت شو عملت؟ شو بدي أعمل يعني؟ إجا أبوها لسهر واستلمها. على الأغلب بكرة رح يدفنوها. اصلا من الاول كنت عرفانه انه في شي بين هالاثنين، ما بيستحي على حاله. اساسا كل الحق عليها. ما في لزوم تضلي هون، روحي على البيت سناء. أحب على قلبي تضلي، بس بكرة الناس بيقولوا إنه الشيخ إبراهيم متفق مع سناء على بيت بيشو. يعني امشي؟ مزبوط، شيخنا معه حق، خليني وصلك. أمي رح ضل هون. ما بدي اياكي تخافي طالما شيخنا جنبك. بس بتعرفي أنا شايف تهربي أنت وبنتك من الضيعة. لوين بدنا نروح؟ والله ما بعرف، بس يعني منلاقي لهم محل ما. اصبروا علي، خلينا نشوف شو بده يصير. ما فيني اترك هالضيعة. طيب وأنا؟ لا تخافي يا بنتي، بإذن الله رح نلاقي حل لهالمشكلة، بس خلي أملك بالله كبير. يلا المسا رح أجي أشوف بنتي، بتسمح لي يا شيخنا؟ طبعا يا بنتي، بس ديري بالك. يلا سلام عليكم. الله معكم. أماني أختي، أي شيء بتحتاجي لا تستحي تعي قولي لي. يلا عن إذنك. ديالا، الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. انتي هون قاعدة عم تشتغلي ومالك دريانة شو عم بيصير بالضيعة؟ للأسف أجيتي متأخرة لأني بعرف شو صار مع نرمين. مو مشان هالقصة اجيت، بس رديت شفت الدكتور والأنسة مع بعض. ايه بعرف، أكيد بسبب موضوع سهر. ايه مو هيك ليا. الأنسة زينب صرفت كل طلاب المدرسة، وبعدين راحوا هن الاثنين مع بعض. لوين؟ والله ما بعرف، الظاهر حابين يتمشوا بالضيعة. بس بيني وبينك حاسة إنه في شي بيناتهم. نحن هون بضيعة
والحكي بينتشر بسرعة. حاجة تحكي على عالم. بعرف إنه أنت بتغاري على الدكتور، يعني حرام عليه. زينب بشو أحسن منك لحتى حاببها؟ اطلعي لبرا حنان، اطلعي لبرا. شو بكي؟ ليش ساكتة؟ متضايقة كتير على اللي صار مع سهر. زينب، صحيح الوقت ماله مناسب، بس أنا حابب أقول لك على شغلة كتير مهمة، ما بدي أقولها هون. أنا وصلت على البيت، أنت كمان روح ارتاح. تصبح على خير. انت شو جابك على بيتي؟ أنا جاي لحتى أحكي معك. نحن ما عاد في بيناتنا حكي، انقلعي جاية لهون بكل عين وقحة. طولي بالك. كيف تقلي لهم انه حسان لسه عايش؟ شو انت جنيتي؟